كيبدا الفيلم في دولة السلفادور عام 1984 وتما كنايض حرب أهلية طاحنة بين الشعب حيت بغاو يديروا انقلاب على النظام ويطيروا رئيس الحكومة بسبب الفساد والظلم اللي كان داير قرون. ولكن ميريكان كتدخل راسها في الموضوع وكتعطي السلاح في السر للحكومة ديال السلفادور باش يقضيو على المعارضة اللي واقفة ضد النظام، وهادشي كامل حيت ميريكان باغا تفرض سيطرتها على القارة وتزيد تمدد النفوذ ديالها. ومن بعد كنمشيو عند واحد الصحفيه امريكانيه اللي سميتها إلينا اللي كاينه وسط الغابه مع مجموعه من الناس المعارضه باش كتصور عمليه القتل والمجازر البشعه اللي كيرتكبها النظام في حق الشعب. وفي طريقها كتصدم بجثث محروقه ديال القرويين مساكن كانوا عايشين في الغابه، وعرفت بلي العسكر ديال الحكومه هما اللي داروا هاد الكارثه. تما قررت تكتب هذا الخبر في المجله اللي خدامه فيها باش تفضح النظام كامل. ولكن غير رجعات المجله الجيش كيجمع البلاصه وكيقتحمها، وتما بداو كيصفيو الصحفيين اللي تما باش حتى واحد ما يكتب كلمه على داكشي اللي واقع. الا لقات السلك وهربت من تما بعجوبه وبقات جاره الموت حتى وصلت للمطار، ركبت في الطياره ورجعت لميريكان. وتماك مشات نيشان حضرت لواحد المؤتمر ديال وزير الخارجيه وحرجاتو بواحد السؤال: علاش كتمولوا هذا النظام الفاسد في السلفادور؟ الوزير بدا كيكذب عين باين وقال لها الحكومه الامريكانيه ما كتمول حد وبلي هادشي غير اشاعات وصافي. ولكن الينا ما زرداتش على الهضره وقالت ليه بلي امريكان كتعطي السلفادور اسلحه بملايين الدولارات كل شهر، والدليل على كلامها هو ان اغلب الاسلحه ديال هذا النظام هي صناعه امريكانيه. وزاد جبدت ليه صور وادله كتقطع الشك باليقين وكتثبت هاد الهضره. الوزير تما تبلوكا وتزير وما بقى عارف ما يقول، واضطر انه يهرب ويخرج بحاله من المؤتمر. من بعد هادشي هضر مع موريس اللي هو السفير ميريكان في السلفادور وقال لي بلي وصلت له معلومات كتقول بلي كاينين تجار سلاح ميريكانيين كيبزنزوا في السلاح في السلفادور. وللاسف هاد الاخبار وصلت حتى الرئيس ميريكان وقياده الجيش الكبار، وعطاو اوامر صارمه باش يتقبض على هاد التجار وكاع يتصفاو ويموتوا قبل ما تشم الاعلام هاد القضيه وتولي شوها. وطلب منه يتبع هاد البلان دقه بدقه بحكم ان السفير عنده علاقات صحيحه مع مسؤولين كبار في السلفادور، وطلب منه يقول لهم يقلبوا ويجيبوا له اي خيط على هاد التجار. ومن الفوق طلب منه يتصل بالرئيس ديال المجله اللي خدامه فيها إلينا ويهددوا بلي غيسد ليه المجله في مره الا ما جمعش راسو ووقف إلينا عند حدها، ولازم يطيرها من هذا الموضوع ديال السلاح اللي كتصيفطو امريكا السلفادور. ولا غد ليه الا مشات المجله فين خدامه وعيط عليها المدير ديال المكتب وقال لها شوفي هاد القضيه اللي شاده نسايا وركزي على انتخابات الرئاسه باش كتب مقاله ديال الانتخابات اللي رفضات، وقالت لي بلي باغا تهضر في هادشي، باغا تفضح الفساد الحكومه الامريكانيه. ولكن الرئيس زيرها وصمم على كلامه وهددها بلي غيجي عليها بمره من الخدمه الا ما دارش داكشي اللي قال. خرجت من المكتب والدموع في عينيها والغم راكبه ومشات هضرت مع صاحبتها إلما وعاودت لها كاع الفيلم اللي وقع، قلت لها بلي غتمشي حتى للاخر وغتفضح هاد الحكومه باش الشعب يعرف الحقائق ويسالي هاد الفساد وهاد الظلم اللي كاين. اللي نصحاتها باش تبعد على هاد الموضوع وتنسى هاد الروينه خوفا على حياتها لا تمشي فيها ضحيه، حيت الحكومه الا حست بها غدير شي حاجه راه غتصفي عليها بلا تردد. وهما كيهضروا صلت إلينا نمره وكان هداك والدي هداك وقال لها بلي غير رجع من السفر وباغي يشوفها ضروري في اقرب وقت وطلب منها تجي عنده للدار عفوا لواحد البار. إلينا رفضت في الاول حيت هذه 5 سنين والديها ما سولوا فيها ولا عرفوا واش حيه ولا ميته، ولكن تحت الضغط وقفت ومشات. وتما صدمها وقال لها بلي كانت واحد الصفقه سلاح كبيره غتردو ملياردير، وتما كنعرفوا بلي الاب ديالها شغال تاجر سلاح من البزنازه الكبار، ولينا اصلا كانت مقاطعه مع واربه منه حيت ضد فات التبزنيز بالسلاح. ومن بعد شويه ركبت في الطياره وسافرت لفلوريدا باش تغطي الحمله الانتخابيه ديال واحد المرشح الرئاسه. وفي لفان ديال النهار حصلت لواحد الحفله ديال عيد ميلاد مراد وزير الخارجيه، وبدا كيتمسكن وكتقرب منه وكتضحك معها باش تقنعها تخلي راجلها الوزير يدير معها لقاء صحفي حصري ضروري. مرات الوزير زيراتها وجلستها مع راجلها في مجموعه ديال المسؤولين الكبار في الحكومه، ولكن الوزير قطع عليها الموضوع ورفض يهضر معها بمره. وملي بقات لاصقه وباغا دير معها لقاء بزاف دخل المساعد ديالو بدا كيهضر معها وقال لها بلي الا بغات لقاء مع الوزير خصها تاخذ موعد رسمي في المكتب ديالو، حيت دابا هادي ماشي وقيت الخدمه الرسميه. ولا غد ليه مشى الوزير للمكتب وجا عنده السفير وبدا كيهضر معاه وقال لي بلي ما قدر يوصل حتى شي خيط ولا شي معلومه على التجار اللي كاينين في السلفادور، وبلي حاس بلي هاد التجار ماشي امريكانيين كاع. الوزير طلع عليهم ما عجبوش الحال وقال لي بلي متاكد 100% بلي التجار امريكانيين حيت كاع السلاح اللي كاين في السلفادور امريكاني الصنع. ولكن الملاحظه هي انه ماشي من صنع مصانع الجيش الامريكاني الرسمي، وهادشي كيثبت بلي تجار السلاح هما امريكانيين ديال بصح وخدامين راسهم. وفي هذا الوقت مشات إلينا للاوتيل فين نازله، وملي دخلت لبيتها لقات واحد الجو فيه تصاور ديال الشحنه واسلحه ومع ورقه صيفطت لها صاحبتها إلما وكتبان لها فيها بلي الجيش غيصيفط هاد الاسلحه كامله للسلفادور. تما فهمت إلينا بلي إلما هي اللي صورت هاد التصاور من قلب الحدث،
ومن بعد ما مشات تلاقات مع واحد الكولونيل في الجيش اللي كان صاحب ما شحال هادي. هاد الكولونيل شرح ليها بلي قادة الجيش لقاو بلي عندهم واحد الفايض خيالي في السلاح والقرطاس وضروري ما يسربوه، وقرروا من تحت لتحت باش يصيفطوه للسلفادور. إلينا تما فرحات حيت ولا عندها دليل قاطع كيثبت بلي الجيش كيصيفط السلاح للسلفادور ديما، وهادشي بالطبع هو السبب في المجازر وإبادة الشعب اللي وقعت تما والروينة والبلبالة. مشات ديريكت صونة الرئيس المجلة اللي خدامة فيها وطلبت منه ينشر هاد التصاور في المجلة باش تفرقع الرمانة وتفضح الحكومة، ولكن رئيس المجلة ركبوا الرعب ورفض حيت عارف راسو إلا دارها غيدي راسو للتهلوكة، ونصحها باش تكمش وتبعد على هاد الصداع حيت قادة الجيش يقدروا يصفيوها ليها في الحين، وطلب منها ما تكتب حتى شي مقال كيقيس الجيش ولا الحكومة من قريب ولا من بعيد، وكاع داكشي اللي طلب منها هو تكتب مقال انتخابات الرئاسة وتجمع وتطوي. إلينا طلع ليها الدم وقطعت عليه الخط في بلاصتو، وفي ديك الساعة جا اتصال صدمة من السبيطار وقال لها بلي الوالد ديالها طاح مريض وتنقل للمستشفى البارح. جرت إلينا للسبيطار ولقات باو في واحد الحالة ديال الصدمة النفسية وخايب، وبدا كيطلب منها باش تمشي هي وتكلف صفقة السلاح اللي كان دوالي عليها في داك البار. إلينا دارت عين ميكا وهي تمر على هضرته وحاولت غير تهدنو مسكين. من بعد مشات للدار ديالو نضفرتها وقررت ترتاح تما حتى الصباح، ولا غد ليه رجعت للسبيطار باش تهضر مع باها وتعرف راسها من رجليها، وسولاتها شنو قصه هاد صفقه السلاح اللي باغي يدخل ليها الراس. تما شرح لها وقال لها بلي تسلف ملايين الدولارات من عند واحد رئيس العصابه خطير سميتو ماكس، وحط كاع فلوسه ورزقو في صفقه اسلحه كبيره، وخاصو يبيع الاسلحه هاد الايام ويرد لماك فلوسه باش ما يطيحش شي مشكله كحله، حيت الا ما رجعش ليه الفلوس بالربح ديالها ماكس يقتلو بلا رحمه ولا لا قل. وطبعا هو دابا مريض طايح فراش ووضعيه الصحيه ديالو ما كتمكنوش يتحرك، وكاع داكشي اللي طلب منها هو تسافر لكوستاريكا وتسلم هاد السلاح لواحد العصابه تما، وملي يشدوا الفلوس تمشي لمدينه سان خوسيه باش تسلم الامانه والفلوس لماكس بيديه. إلينا تماك لقات راسها مجبره توافق بزز منها باللي ماكس ما غيصيفطهاش لباها، وسالته فين مخبي هاد السلاح وقال لها بلي غيتصل بشركه باري واللي هي غتوري البلاصه فين كاين السلاح وغتعاونوا باش تشحنوا في الطياره وغادي تسلموا العصابه في كوستاريكا. وبصح مشات إلينا تلقات مع باري وداها المخزن فين كاينين الاسلحه. إلينا تما تخلعات وصدماتها الكميه حيت السلاح كان كثير بزاف، وسولته كيفاش غتسافر بهذا الشيء كامل. باري قال لها بلي غتسافر في طياره خاصه ديالو بلا راه قاد ليها كلشي وغيصحن السلاح في الطياره باش تسافر بالليل ان شاء الله وكلشي يمشي هو هذاك، ونبه عليها مزيان بلا ما تسلم السلاح للعصابه حتى تشوف الفلوس كاش قدام عينيها هما الاولين. وملي رجعت إلينا للدار بدات كتجمع الشنطه ديالها باش توجد للسفر. با ديك الساعه شافها وسول علاش هازه معها كاع هاد الشنط الكبيره بحكم انها غتسافر وغترجع في نفس النهار. قالت لي بلي هازها غير احتياط لاي ظرف وصافي. هاد الخدمه ديالها كصحفيه خلاتها تسافر لبلدان كثيره وعارفه بلي حتى حاجه ما مضموناش. من بعد ودعاتو ومشات ركبت في الطياره سافرت لكوستاريكا، وتماك جا عندها واحد من هذيك العصابه وبدا كيهضر معاها وطلب منها تفتح الصناديق قدامها باش تشوف السلاح ويقلبوا. إلينا رفضات وتحججت بانها عيانه وما قاداش، ولكن هذا المجرم جبد عليها السلاح وهددها بلي غادي يقتلها لما فتحتش الصناديق في الحين. بزز منها فتحاتهم وهو يبقى مبود باسلحه وسولي منين جابت هاد الخير حيت هادي اسلحه امريكانيه دقيقه ومن صنع الجيش نيت وباينه بلي مسروقه من قشله ديال الجيش. إلينا دارت راسها ما سمعت والو وملكت على كلامه وطلبت منه يعطيها الفلوس نيشان. قبل ما تكمل هضرتها خونا هزو واحد القنبله من الصندوق في الجره تما غير باش تاكد بلي السلاح صحيح وسليم ماشي مزور، وصدمها ملي قال ليها بلي ما غتاخذش فلوس كامله دقه وحده وبلي غتسلم الفلوس على دفعات مقسمه، وهذيك اللي غتاخذ دابا هي الدفعه الاولى. ومن بعد خلاهم مشى في حاله. جاو الرجال ديال العصابه عطاو واحد الشنطه وزادوا حتى هما. ملي فتحت الشنطه تفرقعات بصدمه حيت لقاتها عامره كوكايين. هزت عينها من داك الكوكايين ودارتها في الشنطه الشخصيه ديالها ومشات نيشان تهضر مع المساعد ديال رئيس العصابه اللي سميتو جونز. قالت لجونز بلي هي باغا الفلوس كاش وماشي الكوكايين، وهداتو بلي ما عطاوهاش الفلوس غتبلغ ماكس رئيس العصابه الكبير اللي باها كيسالو الفلوس. جونز غير سمع السميه ديال ماكس وهو يترهب ويتزير وقال لها تجي معاه باش يعطيها فلوسها. الا لقات راسها مجبره توافق وركبت معاه في الطوموبيل وداها للمقر الرئيسي ديال العصابه ديالهم وقال لها بلي ما تتحركش من بلاصتها نهائيا. إلينا نزلات من الطوموبيل وبدات كتصور في المقر وفي رجال العصابه باش تكتب عليهم في المجله. ملي رجع جونز ركبوا في الطوموبيل وزادوا في طريقهم. تما دار عنده وقال لها بلي ما يعطوها حتى ريال حيت حاس بها كتكذب وما كتعرف لا ماكس لا استحمت، خصوصا ان هذه اول مره يشوفها في هذا الميدان. وزايدون متاكد بلي عمرها بزنسات في السلاح قبل هذا النهار، متاكد 100%، حيت التوتر والخوف باين على وجهها وعينيها فاضحينه. ومن بعد جبد المسدس ديالو وبان بلي ناوي يخطفها ويديها لشي بلاصه، وفجاه الطوموبيل دارت كسيده وضربات في واحد الشجر اللي يحضر السلام على الطريق وطار المسدس من يديه وطاح لداخل. إلينا استغلت الفرصه طايره هزت المسدس بالزربه ونزلت من الطوموبيل كتجري وهدات جونز بلي غتقبض بالقرطاس اللي ما نزلش وخرج يديه خاويه. جونز حتى تيد دار داكشي اللي خليه ونزل
وفي ديك الساعه ركبت الينا في الطوموبيل في بلاصتو، كسيرات وهربت بها حتى وصلت مدينه سان خوسيه. وتماك مشات لواحد المحل ديال التليفونات، وصلت لصاحبتها إلما وسولتها واش لقات لها شي خبار ولا معلومات على هاد خونا ماكس. كيف ما كانت وعداتها، اما قالت لها بلي قلبات وعيات وما لقات حتى شي معلومه على شي حد بهاد السميه، خونا خفي، وقالت لها بلي يمكن يكون غير باغلط في السميه وصافي. الا قاطعتها وقالت لها بلي السميه صحيحه 100%. حيت جونز تخلع وترعب ملي سمعها، وقالت لها بلي غترجع الميريكان غدا في الصباح ان شاء الله، حيت جونز اكيد غيكون قلب عليها الدنيا باش ينتقم منها، خصوصا وانها شفرات ليه طوموبيل. وملي قطعت معها مشات حجات بيت في واحد لوطيل باش دوز فيه ديك الليله حتى لغدت ليه. وهي في البيت بدا التليفون كيصوني، وتصدمت ملي لقات باري شريك با هو اللي كيهضر معها. خافت وتوجسات منه وفهمت بلي هاد خونا راه حاضيه ومراقبه دقه بدقه، حيت اصلا هي ما قالتش ليه فين كاينه كاع. ملي سولاتو كيفاش طاح على البلاصه ديالها، قال لها بلي هاد لوطيل اللي حجزات فيه هو الاوتيل الوحيد اللي كاين في ديك المدينه، وكان متوقع انها غتمشي ليه نيشان. وكان قال لها بلي العصابه صيفطوا ليه الفلوس ديال شحنه السلاح للكونت ديالو. اللي قاطعته وقالت ليه هادشي كذوب، العصابه عطاوها الكوكايين كدفعه اولى وماشي الفلوس، ومادام صيفطوا ليه الفلوس لحسابه الخاص فهادشي كيعني بلي راه خدام مع حد اخر من غير با في هاد البيعه والشريه ديال السلاح، واكيد هو اللي غرق با وحصلوا في هاد الشحنه. باري نكر هاد الهضره كامله وما بغاش يعترف، وقال لها بلي راه صيفط ليها باسبور مزور باش تقدر ترجع به الميريكان، حيت الباسبور الحقيقي ديالها ما تسجلش في الدخول ديالها المطار، بحكم انها دخلت لكوستاريكا بطريقه غير قانونيه، يعني كحراقه، ولا مشات المطار باسبور العادي البوليس غادي يشدوها. وقال لها بلي الطياره اللي غتركب فيها غادي لمدينه كاراتاغو في كوستاريكا، وتماك غدير ترانزيت امريكان بعد يومين بالضبط اكزاكت. الينا وافقات، ولكن قررت ما تخمضش عينيها على هاد الليله، حيت ما تيقاتش في باري وخايفه يصيفط لها شي حد يصفي عليها وهي ناسه، خصوصا وانها صحفيه وعارفه كاع البلانات بلي هو تاجر سلاح واعر. ولا غد لي في الصباح جا واحد مرجل ديال باري ودخل ليها جوا من تحت الباب ديال البيت. ملي فتحاتو لقات فيه في الباسبور مزور ومع تذاكر طيران السفر الميريكان. خرجت من لوطيل بالزربه وركبت في طاكسي باش تمشي للمطار. ملي فتحت الباسبور لقاتو بسميه اخرى من غير سميتها الحقيقيه، وملي عطات الباسبور الموظف المطار ما عقب والو وما عرفوش مزور. وفجاه تلوات ملي شافت مو الطاكسي جاي جاري وتابعها وكيمد لها الشنطه ديالي اللي فيها الكوكايين، وقال لها بلي راه نساتها معاه في الطاكسي. اللي نزربت عليه وقالت لي بلي هاد الشنطه ماشي ديالها بمره وما كتعرفهاش. هزت باسبورها وزادت نيشان وهي تركب في الطياره. في ديك الساعه الموظف شك وفتح الشنطه ولقاها عامره كوكايين، عيط على البوليس في الحين وجاو قبضوا على مول الطاكسي الدرويش مسكين. وملي وصلت الينا لمدينه كارتاغو مشات حجزات بيت في واحد لوطيل تماك باش تجلس فيه يومين حتى يوصل الموعد ديال طيارتها امريكان، ومن بعد شويه خرجت تجلس حدا لا بيسين. وهي كتقلب في الجورنال تصدمت بخبر وفاه والدها في السبيطار. مشات كتجري لمقر السفاره الامريكانيه تماك باش يدخلوا ويصفروها الميريكان بالزربه باش تلحق وتحضر العزو ديال باها الله يرحمه، ولكن السيكوريتي حبسها من عاد الدخول وقال لها بلي اليوم راه فاري، يعني اجازه بمناسبه عيد الاستقلال، وما كاين حتى شي موظف لداخل في السفاره. واضطرت ترجع للوطيل وهي مقهوره. وتماك جا عندها السفير مورسون وبدا كيهضر معاها، وبان من الهضره ديالهم بلي كيعرفوا بعضياتهم من زمان. مورسون قال لها بلي عارف ومتبع كاع داكشي اللي وقع لها ملي حطت رجلها في كوستاريكا، حيت عنده عيونه ومعارفو في كل قنت. وسولها واش استلمات شحنه اسلحه ولا لا. الا طلبت منه يمشي لشي بلاصه مزوله ويضربوا بوحدهم، وقالت لي بلي راه سلمت الشحنه بصح. واكتشفت اللي باري شريك كبار خدام صالح قيادات كبار في الجيش كيهربوا سلاح ديال الدوله وكيبيعوه لراسهم، حيت العصابه براسهم قال لنا بلي السلاح اللي جابت لهم هو صناعه الجيش الامريكاني. وهادشي كيعني حاجه وحده، هما اللي صفاوها لباه وقتلوه باش السير ديالهم ما يتفضحش ويموت معاه، واكيد غيكونوا كيخططوا لشي حاجه باش يقتلوها هي الثانيه غير باش ترجع الامريكان. ومورسو بدا كيعني على الذكاء ديالها حيت فرقعت هاد اللغز كامل في يومين بوحده، وقال لها بلي غيعاونها دير راسها وطير الامريكان في بلاصه في الامان. ولا غدي جلست الينا حدا لابيسين وكانت كتسنى مورسو يوصل باش يجي ياخذها ويسفرها للامريكان كما وعدها. ولكن فجاه بلا مقدمات كتهجم واحد العصابه مسلحه على لوطيل وبدا كيرشوا القرطاس وكيضربوا النار على كل شيء وبغا يصفيوها ليها. وفي الاخر لحظه كيبان جوزو كينقذها من الموت، كيهزها وكتعلق معاه وجراو بالزربه حتى خرجوا من داك لوطيل الملعون. وتما كاين واحد خونا راكب في طوموبيل اخرى ومراقبهم دقه بدقه، وبدا تمام بطوموبيلته وبان بلي باغي يصفى لينا في هذيك اللحظه بالذات. الينا جونز ملي عاقبيه وحصلوا ودخل بالطوموبيل لواحد البلاصه عامره بالبشري، وتماك فين كاينين الناس كيتجمعوا وكيحتفلوا في الزنقه غير باش يرونوهم وما يقلبوش عليه ويهربوا منه. وفعلا قدر يدوخ ويزلق منه وساق الطوموبيل حتى بعد ما صداع وحبس واحد بلاصه معزوله. وتما دار يهضر مع علينا وقال لها بلي راه باغي شي هاديه ما والو. وصدما ملي قال لها بلي باري شريك باها جا امر ديريكت من قياده الجيش الكبار اللي خدام معاهم باش يصفي عليها ويقتلها بمره.
وشرح لها بلي باري قلب عليها الفيلم وخدعها ملي صيفط ليها باسبور مزور غير باش ما تقدرش تسافر للميريكان وتضطر ترجع لهاد المدينه كاراتاكو باش يقتلوها تماك في هاد المدينه قبل ما تفكر ترجع بحالها. وبهذا البلان غيكونوا ضمنوا بلي ما تفضحهمش في المجال اللي خدامه فيها اللي انا شكراتو بزاف حتى تقليها الروح ونقذها من الموت وطلبت منه يديها لشي بلاصه اللي فيها التليفون حيت باغا دير واحد المكالمه ضروريه. جونز وافق وداها لواحد البلاصه حدا الشاطئ وتما صونت الينا صاحبتها علمو وعاودت لها كاع الفيلم الكحل اللي وقع وقالت لها بلي قاده الجيش كانوا باغيين ينفيوها لها وسط لوطيل باش تبان القضيه في الاعلام بحال هجوم ارهابي على لوطيل وصافي. وقالت لها بلي ما بغاوش ترجع الامريكان حيت خايفين تفضحهم في المجله ديالها. الا ما نصحاتها وقالت لها ما تثيقي في حتى شي واحد دابا وسريني شي السفاره اللي غيتكلفوا يرجعوك الامريكان في امان. وفي هذيك اللقطه بدات فكرت علينا الهضره اللي قال لها جونز بدات كتسال وكتستغرب كيفاش باري صيفط لها باسبور مزور وتما فرقات البلان فهمت بلي جونز راسو كيكذب لها باش تثيق فيه بلي راه خدام مع باري يد وحده وباغي غير يغدرها وينفيها عليها. وربات كتجلب الزربه ومشات للوطيل فين نازل السفير مورسون باش طلب منه العوين وتخليه يسفر الامريكان ويخرجها من هاد الواد. وتما صونت لبنتها وقلت لها بلي كتبغيها بزاف وبلي ما عرفاش راسها واش غتعيش ولا تموت في هاد الروينه والبلباله وطلبت منها ترد البال راسها وتبقى ديما مع باباها وما تمشي لحتى شي بلاصه بوحدها خوفا من باري لا يخطفها. ومن بعد شويه جا مورسون وبدا كيهضر معها وقال لها بلي السفاره راها ساده هاد الايام بسبب عيد الاستقلال وتما قطع على الماء والضو وقال لها ما يمكنش ليه يسفرها دابا وقال لها بلي اتفق مع واحد صاحبه اللي سميتو بول باش تمشي تجلس عنده في الدار حتى تفتح السفاره بوابها وزاد طمعها بلي الدار ديالو جايه في بلاصه معزوله على المدينه وتكون امان بلاصه تمشي ليها وتوعد ما يقدر يوصل ليها تما. الا لقات راسها مضطره توافق حيت ما بقى قدامها حتى شي حل اخر وهي تمشي معاهم لديك الدار. ومشات لديك الدار وتما استقبلها السيبون وقال ليها تجلس وترتاح وتاخذ راحتها في الدار ودير اللي بغات كلشي ديالك ولكن شرط على شرط واحد ما تبرققش عليه وما تسناش على هضرته وما تدخلش في الخصوصيات ديالو نهائيا. اللي نطح ليها الشك وفهمات بلي دخونه باينه خدام شي حاجه غير قانونيه وقررت تدخل سوق راسها وتكمش باش ترجع لبلادها بلا مشاكل وبلا روينه. وبلي كانت كتمشى على الشاطئ اللي قدام الدار وهي المحبول واقف كيهضر مع واحد الراجل غريب وبدات كدور في العقل ديالها وتفكرت بلي دخونه شافته ملي كانت صغيره في حفله عيد ميلاد باها وتذكرت بلي كان صاحب باها وسميتو ماكس. تما فهمت بلي هذا هو ماكس براسو رئيس العصابه الخطير اللي با يسلف من عنده الملايين. وفرقعت البلان بلي جات البلاصه معزوله غير باش يقتلها ويتخلص منها حيت عارفه سميتو وتقدر تكتب ليه في المجله. تجمعت وهربت كتجري بالزربه ورجعت عند مورسون باش تخبى عنده ومن بعد مشات هضرت معاه بوحدهم في فراط عاودت لي كاع داكشي اللي شافته الروينه اللي وقعت وقالت لي بلي هذا الخوف ديال ماكس وقاده الجيش اللي كيبزوا في سلاح من الفضيحه خلاها تزيد تصر باش تكتب عليهم هاد الروينه وتفضحهم باش الحكومه تفتح تحقيق وتجمعهم كاملين في الحبس. مورسو دار فيها بطل وقال لها بلي انت صحفيه والواجب ديالك هو تكشفي الحقيقه للناس وقال لها بلي راه وجد لها طياره واجده وغتسافر للميريكان غدا في الليل بالزربه. اللي انا شكرته من قلبها وفرحات وقالت لي بلي هو الشخص الوحيد اللي وقف معاه هنا بلا مقابل وعدته بلي غدرت لي هذا الجميل غير ان شاء الله فاش ترجع للميريكان. ولا غد ليه كانت الينا واقفه بوحدها وكتامل في البحر فجاه تلوثات بواحد الصدمه عمرها سمعتها. مورسو كينادي عليها ودار عندها وصوب عليها وقتلها بالقرطاس وتما غيتفرقع الكيلم وكنكتشفوا بلي حتى هو خدام مع قاده الجيش في التجاره السلاح وهما اللي عطاوه الامر باش يصفيها ليها ويقتلها قبل ما تجيب لهم الصداع وتغرقهم معاها. ملي رجع مورسو الامريكان وقف واحد المؤتمر صحفي كيهضر على الينا وقلب الحقائق وزور كاع الفيلم وقال صاحبه بلي هي اللي كانت كتاجر في السلاح وبغات تقتلو بلي هو مسكين اضطر يقتلها غير دفاع على النفس وزاد شوها وقال لها بلي عنده اوراق وتصاور كتثبت بلي راه بزنازه ديال السلاح وانا كنفهم بلي هذوك التصاور هما اللقطات اللي مشات لينا تتبع بهم شحنه السلاح لباها غير باش تعتقوا وتخرجوا من الداهيه اللي كان طايح فيها. اما هذوك الاوراق اللي دا عليهم مورسو ما هما الا الباسبور المزور اللي صيفطوا ليها باري وانا كنعرفوا بلي مورسو هو العقل المدبر مورا هاد الروينه كامله. وسيادنا كان هذا هو نهايه الفيلم ديالنا كنتسمى تخليو فولو ان شاء الله باش يوصلكم الجديد وتهلاو ونتلاقاكم في الفيلم الجاي. خلونا شنو بغيتو في الكومونتير. باي.